السلام عليكم خوات كي دايرين بخير كما ديما الخوت كنتمناو يكون كلشي بخير وعلى خير. اليوم الخوت واحد فيديو جديد توليعه جديده واستفاده جديده. اليوم الخوت غنهضر على الفلوس الهيبي، يعني الفلوس ديال الدرهم. هذا الخوت اللي ما تعرفوش، هذا راه ماشي هذاك الدجاج الرومي يعني اللي كيتباع في الاسواق. هذا هاد الفلوس هذا خو الدجاجه الحمراء البياضه اللي كيستعملوها الشركات للبيض ديال الاستهلاك. هذاك البيض الحمر الرومي اللي كيكون يتباع في الحوانت. الشركات ملي كيفقسوا هذا البيض هذا كيعزلوا الذكر يخرجوا يبيعوه، والنساوي كيخدموا بهم، الدجاجات كيخدموا بهم البيض الاستهلاك. يعني النهار الاول الشركات الموظفين ديال الشركات اللي كيخدموا في هذا الشيء هذا النهار الاول كيعرفوا الذكر من النتوى، وكاين بزاف الطرق. من بعد غنهضروا على الطرق كيفاش كيعرفوه. يعني من النهار الاول الذكر تيعزلوه تيخرجوا يبيعوه بدرهم. وكاين دول، كاين بعض الدول في اوروبا كيعدموه، هذاك الذكر ديال هذا النوع هذا كيعدموه. علاش؟ باش ما تكونش منافسه في السوق، باش ما يطيحلهمش السوق ديال اللحم ديال الدجاج ديال الدجاج الابيض. هنا في المغرب الشركات كيخرجوا يبيعوه بدرهم و 30. هذا ماشي هو موضوعنا اليوم. الموضوع ديالنا هو شي حاجه اللي كتخصني انا مانيش غادي في الشركات ولا هذه. المهم الحاجه اللي كنهضر عليها انايا، الفلوس اللي كنربي انايا كنحاول ما امكن باش نربيه او لا يكبر بماكله طبيعيه، يعني 100%. كما قلت لكم الخوت انا ما درتوش تلقيحات يعني اللي كيديروا الدواجن الاخرى بحال برونشيت نيوكاسل والجمبورو، انا ما درتهموش. وكنحاول ما امكن باش نكبرو يكبر طبيعي حتى المستهلك ان شاء الله الرحمن الرحيم اللي غيوجد الفرج نبيعو، يعني ياكل واحد اللحم اللي هو طبيعي 100%. كما كتشوفوا الخوت انا صايبت له هذا المسرح هذا فين كاين يخرج يرعى ويتسالى مع راسو ويتشمش. نتوما بالليل كندخلو ديك البلاصه سخونه اللي هي فيها البولات ديال الفلاروج وفيها الصوفاج ديال البوطه وهادي. المهم كنوفر له السخونيه ديالو والاضاءه اللي خاصه. بالنهار انا كنطلقو هنايا يخرج شويه يسرح وهادي. نتوما كتشوفوا الخوت ها هو نشيط مع راسو. هذا هو اول يوم عندو اللي كيخرج فيه للمسرح. يلا صيفطو هادي البارح في العشيه واليوم طلقتو. قلت قلت مع راسي علاش ما نشاركش هاد الفكره مع المتتبعين ديالي ومع الناس اللي باغا تعرف وتستافد. والله يوفق الجميع الخوت.